ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد على قناة حسن هاشم، وانا حسن هاشم. النهارده بقى يا جماعة جايب لكم سينا كولا. سينا كولا بعد التجديد. طبعا انتوا عارفين مشروب سينا كولا من زمان، وكان كل الناس بتقول عليه طعمه مش حلو، وانا فعلا جربته ما كانش قد كده يعني الصراحة في الاول. دلوقتي الشركة نزلت اعادة تصنيع المنتج تاني بتاع سينا كولا، فتحت تاني شركة سينا كولا يعني، وقالت ان هي هتظبط الكواليتي الجودة يعني بتاعت المشروب، وهتخليه اعلى حاجة. وانا جايبه دلوقتي بعد ما نزل من جديد، يعني دلوقتي في نسخته الجديدة سينا كولا المشروب في نسخته الجديدة. نجرب بقى يا جماعة الأطعمة بتاعته ونشوف الدنيا فيها ايه. بس في حاجة بقى يا جماعة انا متضايق منها. المشروب ده لما نزل جديد، لما الشركة فتحت كان ب 8 جنيه. دلوقتي في ناس بتبيعه ب 10 وفي ناس بتبيعه ب 11. يعني كان ب 8 بقى ب 10 وبقى ب 11. يعني انا مراتي جايبه اتنين، هي نزلت جابتهم وهي رايحه السوق جابتهم، جايبه اتنين ب 11 وجايبه اتنين ب 10 من مكان. يعني من مكان ب 11 اتنين، كل واحد فيهم كل واحده فيهم ب 11، ومن مكان جايبه اتنين تاني كل واحده فيهم ب 10. معرفش ده ازاي. يعني انا بسالكم وانتوا جاوبوني في الكومنتات عشان انا مش عارف الدنيا. مش عايز اطول عليكم، يلا بينا نبتدي كده الحلقه ونشوف سينا كولا بعد ما رجع تاني بقى طعمه عامل ازاي، والشركه قالت هنعلي الدنيا اما نشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. يلا بينا نجرب. اول حاجه معانا نجربها الاناناس. ده يا جماعه شكله، عشان لو عايزين تجيبوه، ده الشكل المشروب. ده سينا كولا بطعم بالشعير بالاناناس، يعني زي الفيروز. تمام، نجرب اول حاجه معانا ونخلي دول كده على جنب. نخلي دول كده على جنب. نجرب كده اول حاجه معانا كده ونشوف يا جماعه. الفتحه دي مهمه جدا، لان الفتحه دي بتبين اذا كان في صودا فعلا في المشروب ولا لا. فهنجرب كده ونقول بسم الله. اول حاجه معانا الاناناس اللي هو الشعير. امم اه فعلا الصودا شكلها جامده من الفتحه كده. التكه دي بتاعت الصودا دي باين عليه. نجرب كده ونشوف الدنيا فيها ايه. انا هدلق كده شويه صغيرين عشان ايه؟ عشان اقدر اكمل. نحط شويه تاني مش مشكله، عشان انا بحب اصلا اللي هو الفيروز ده. شكلها كده يا جماعه، بص دي شكلها يعني بيقول ان هي كويسه من البدايه. يعني صوت الصودا عالي، وهي شكلها باين عليها تقيله كده مش خفيفه. في مشروبات تانية بتبقى خفيفه انا شربتها. بسم الله. طعمها جميل قوي يا جماعه. طعمها جميل جدا، يعني تحس ان هو منتج عالمي مش مصري. يعني الطعم فعلا يعني حلو جدا على فكره. طعمها حلو جدا، يعني زي الفيروز بالظبط يعني. بجد يا جماعه انصحكم بيها، جميله جدا. دي اول حاجه مبشره معانا بصراحه. الاناناس الشعير حلو جدا، طعمها زي الفيروز بالظبط. يعني مفيش اقل ولا مثلا يعني ولا وسط، لا هي قويه قويه جدا. نجرب تاني مشروب معانا بقى يا جماعه، اللي هو البرتقال. ده البرتقال ده زيه زي الميريندا المفروض. احنا طبعا بنجرب البدايل المصريه، عشان احنا طبعا مقاطعين زي ما انتوا عارفين البيبسي طبعا والبريندا والكلام ده احنا مقاطعينه. فدي البدايل. دي البدايل من شركه مصريه اسمها سينا كولا. ده كده البرتقال. تاني حاجه معانا السعر زي ما قلت لكم بقى بيختلف يا جماعه. في ناس بتبيعه ب 10 في ناس بتباع ب 10 وفي ناس بتباعها ب 11، معرفش ليه. يلا كده نقول بسم الله وندوق البرتقال. اوبا، فرقع يا معلم. الصودا ايه قويه جدا. الشركه دي نازله يا جماعه بقوه شكلها، يعني مش لاقي عيب. انا لحد دلوقتي مش لاقي عيب. الشركه نازله بقوه. شركه سينا كولا نازله بقوه بجد. انصحكم بالحاجات بتاعتها. يلا كده نجرب البرتقال. بسم الله. مم. لا البرتقال فيه مشكله. البرتقال تحس ان هو مش برتقال، تحس ان هو يعني حاجه زي التانج كده. بس حلو برضك، شغال مش وحش يعني. مش زي ما كانوا بيعملوا الاول كان الاطعمه بتاعتهم بصراحه ما تتشربش. بس هم بصراحه حسنوا الدنيا جامد جدا.
حسنوا الدنيا جامد جدا 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 بجد. يعني البرتقال مش قوي قوي بس كويس، يعني بالنسبه للقديم فعلا حلو. نجرب بقى معانا يا جماعه تالت حاجه، ده اللي هو الليمون. ده المفروض اللي هو زي السيفن اب. ده زي السيفن اب. نجرب كده ونشوف الطعم الدنيا فيها ايه. اوبا، قوية جدا يا جماعة. الصودا فعلا فعلا قوية جدا فيها، وفعلا مهتمين بالجودة بتاعتها، معلين فعلا الجودة. دوق كده ونشوف الدنيا فيها ايه. ده تالت مشروب معانا يا جماعة، ده اللي هو الليمون. ده اللي هو زي السيفن اب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لو شربتها هتقول انا بشرب سيفن اب. طعمها زي السيفن اب بالظبط، والله مفيش يعني اختلاف خالص. هي سيفن اب يا جماعة. انا مش مصدق ان سينا كولا ظبطت نفسها كده. مش مصدق يعني خالص ان سينا كولا بقت بالجودة دي. لا مؤاخذة. انا مش مصدق فعلا ان السينا كولا بقت بالجودة دي. فعلا تحفة تحفة زيها يا جماعة زي السيفن اب. بجد بجد لازم تجربوا السينا كولا الجديدة، لازم. اخر طعم بقى معانا يا جماعة عشان ما اطولش عليكم. طبعا الاساسي البيبسي. شايفين يا جماعة صوت الصودا؟ فرقة يا عم حسن ما يهمكش. سينا كولا البيبسي بقى يا جماعة، دي بقى الاساس. بقى نشوف بقى الاساس هم عاملينه ازاي. نجرب كده ونقول بسم الله. ده شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. جميلة 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 جميلة، مش عارف اقول حاجة، والله ما عارف اقول حاجة. طعمها جميل جدا. يمكن كمان لو قلت حاجة انتوا مش عارف هتزعلوا مني ولا من، بس دي حقيقة والله فعلا. يعني انا هقول بصراحة واللي يزعل يزعل، يعني كده كده احنا عاملين مقاطعة اصلا. احلى من البيبسي بكتير. احلى من البيبسي بكتير. طعمها تحفة 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 بجد يا جماعة. انصحكم تجربوا سينا كولا بعد التجديد وبعد التغيير. المنتج بقى عالي جدا الجودة، والجودة بتاعته عالية والحاجة بتاعته نضيفة، وفعلا فعلا براند مصري نضيف قوي سينا كولا. دول الاربع اطعمة اللي بتنزلهم سينا كولا: اناناس، شعير، برتقان، ليمون اللي هو 7 اب، والكوكاكولا اللي هو البيبسي. جربوهم يا جماعة وعلى ضمانتي. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اللايك مش باين من الازاز. تحطوا اللايك والاشتراك في القناة اللي مش مشترك وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد حسن هاشم بيعمله. هتوحشوني في الفيديو الجاي. باي.